إلا كنتي من الناس اللي كينعسوا كل ليلة وكيقولوا غدا غادي نبدا بداية جديدة، لكن كيجي الصباح كتفيق معطل، كتلبس حوايجك باش تمشي للخدمة أو للقراية ديالك، كدوز النهار كامل تما، وفاش كترجع العشية كتكون ديجا عيان وباغي غير تنعس، وعاوتاني كتعاود الجملة الشهيرة ديالك غدا خاصني نتبدل. فمرحبا بك في هذا الفيديو اللي فيه غادي نعاونك ونحل عينيك على القطعة المخفية في البوزل ديال التغيير. تبتات الدراسات أن واحد النسبة كبيرة من الناس كيكون عندهم أهداف رسمينها وباغين يوصلوا ليها، قلتا 90% غتكون من هاد الفئة، وهذا الشيء شيء إيجابي وطبيعي. أما إذا كنتي من الأشخاص اللي باقي تالفين في هاد الدنيا وما عندهمش هدف واضح، فأول حاجة خاصك ديرها أنك تاخد واحد 2 سوايع ماكسيموم ورقة وستيلو ضروري جدا باش ترسم أهدافك وتشوف نتا شنو باغي في هاد الحياة. غتجلس غير مع راسك وتشوف الأهداف ديالك نتا، ما تفكر في حتى واحد آخر شنو باغي. وباش تلقى هدفك خاصك تسول راسك واحد السؤال، هو شنو اللي إلا حصلت عليه غادي نفرح ونفتخر براسي؟ شنو هي الحاجة اللي ناقصاني باش نحقق ديك السعادة اللي كنحلم بها؟ وهنا خليني نعطيك واحد الأوفرفيو على نوع الأهداف اللي كاينين أهداف قصير المدى، يعني شي حاجة اللي غتحققها من هنايا شهر أو شهرين أو حتى عام. مثلا إذا كنتي كتقرأ غتبغي تنجح هاد العام، غتبغي تكتسب فورمة أحسن، تولي محافظ على الصلاة، تحفظ 5 الأحزاب، وهكذا. وكاينين أهداف بعيد المدى، حال من هنايا 5 سنين مثلا. من هنايا 5 سنين خاص يكون عندي مشروع ديالي أو لا نولي لاباس عليا، هذا غير مثال، والأهداف كتختلف طبعا من شخص لآخر. دابا فاش غدير هاد الخطوة الأولى غتولي من بين ديك 90% اللي دويت عليهم في الأول، وتقدر دابا تاخد التيكي ديالك وتكمل معانا في رحلة التغيير. قبل ما ينطلق القطار ديالنا خاصك تعرف بلي من بين هاد الناس كاملين اللي عندهم الأهداف ديالهم ورسمينهم، غير 80% منهم اللي كيوصلوا لداكشي اللي بغاو وكيحلموا به. إذا بغيتي تولي منهم وتحقق انت أهدافك فما عليك غير دير حزام الأمان وتستعد للرحلة ديالنا. أما إذا بغيتي تبقى نفس داك الشخص اللي كل نهار باغي تبدل وباغي يرتقي ولكن ما كيدير حتى شي خطوة عملية باش يوصل للأهداف ديالو، فكنطلب منك أنك تهبط من القطار دابا، وكنبشرك أنك غتبقى ديما من ديك الفئة ديال 82% اللي ديما كيحلموا وما عمرهم غيحققوا داكشي اللي بغاو. ودابا كنسمعوا صفارة القطار وكنعلمكم رسميا أننا غننطلقوا حاليا في رحلة التغيير باش نكونوا أفضل نسخة من رؤوسنا، باش تستقبلنا ديك النسخة اللي كنحلموا بها، ديك النسخة اللي واصل لكاع داكشي اللي بغينا دابا. ولكن قبل ما نوصلوا ليها غندوزو على بزاف ديال المحطات. كنعلمكم من دابا أن الرحلة غتكون شيئا ما طويلة لكن ممتعة، وفي كل محطة وفي كل مرة كنحققوا شيء هدف جزئي، كيتفرز لدينا هرمون السعادة وكيتولد عندنا الإصرار والطاقة باش نكملوا حتى التالي. إلا بغينا نبنيو شي دار مثلا، أول حاجة كنشوفو هي الساس، خاصو يكون مبني على الصح. فاش كيكون الساس مزيان ومقاد اللي كيجي من بعد كيتقاد، وهذا الشيء اللي غنحاولوا نطبقوه على حياتنا. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في المحطة الأولى اللي فيها غنقلبوا على الأساس ديال حياتنا، اللي إذا صلحناه كنكونوا قدينا الجذر والجوهر ديالنا. وبعد عدة محاولات على شنو هي الحاجة اللي إلا بدلناها في حياتنا اوتوماتيكمون من بعد غتقاد وفقا لهذا الأساس، كنلقاو طبعا الجانب الديني. نعم، وبدون استغراب حنا أمة مسلمة وكلنا عارفين داك الإحساس ديال الراحة النفسية اللي كيجيك داك النهار اللي كتكون صليتي فيه كاع الصلوات الخمس ديالك فوقتهم، أو لا حفظتي فيه شي تمن أو لا ربع جديد من القرآن. ويا سلام على ديك السعادة اللي كتوصل لها إذا فقتي الصباح بكري وصليتي الفجر فوقتو. إذن بلا ما نطول عليكم أكثر
غنقول لكم الخطوات اللي خاصنا نتبعوهم باش ننجحوا في هذه المرحله الاولى ديال التغيير. اول حاجه خاصك تاخذ دابا واحد القرار جدي لا رجعة فيه، ودير تحدي مع راسك لمده اسبوع. تفيق كل نهار، صلي صلاه الصبح في وقتها، والصلوات الخمس كاملين صليهم في وقتهم، وما تذكر حتى وحده. هذا من جانب الصلاة. دابا غتاخد ديك الصورة اللي كنتي من ديما باغي تحفظها وما عمرك لقيتي ليها الوقت، غنعطيك هاد المهلة الأسبوع كملها فيه إن شاء الله. أما إذا كنتي ديجا كتصلي صلاتك في وقتها فما شاء الله عليك، لكن غادي نطلع النيفو شوية، وغيكون التحدي ديالك أنك تفيق ساعة قبل الفجر وتصلي 5 حتى 10 ركعات قبيل الفجر. من بعدها دعي بكاع داكشي اللي بغيتي، وثيق بيا هادي واحد الوصفة سحرية باش تستجبوا ليك دعواتك، وغتشكرني عليها من بعد.